لو لقيت الحمام بتاعك بيدمع اعرف ان الموضوع مش بسيط، لان دمعه العين في الحمام ليها 5 اسباب وكل سبب وليه علاج مختلف، ولو خبطت بعلاج غلط المرض ممكن يفرقع وينتشر في الغيه كلها. احنا هنمشي واحده واحده وهعرفك ازاي تفرق سبب الدموع دي في دقيقه واحده. اول واشهر سبب الميكوبلازما CRD، ده بتسمع معاه صوت خنفره وفتح في المنقار وبتلاقي دموع العين في الناحيتين، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميزه، والحاله بتسوء مع البرد والزحمه الكتير في المكان. العلاج بتاعه مضاد حيوي زي الدوكسيسايكلين او التلميكوزين او السبكتينومايسين او التيلوزين مع تهويه كويسه، ويا ريت ندعم العلاج بفيتامين الف وفيتامين ه. تاني سبب عدوى بكتيريه في العين والجيوب الانفيه، وده بتلاقيه عامل تورم في عين واحده غالبا، والدمعه بتبقى تقيله ومصفره مش دمعه بسيطه، ومن علاماته انه بيبقى في عين واحده زي ما قلنا، وبتلاقي تورم في الجفن وافراز صديد تقيل او حتى كيس تحت الجفن كده. وده علاجه ان احنا ننضف الاول بمحلول ملح فاتر، نستخدم قطره مضاد حيوي في العين، ولو الحاله قويه نستخدم مضاد حيوي سيستميك يعني شرب او حقن، ولو في تجبنات جوه الجفن يفضل تنظيفها وتفريغها. وتحذير اوعى تستخدم اي مطهرات حوالين العين لانها بتعمل تهيج شديد جدا. ثالث سبب هو النيوكاسل او الباراميكزو، وده مرض فيروسي خطير بيتميز ان انتشاره سريع جدا وبنلاقي معاه خمول وفقدان شهيه واحيانا اعراض عصبيه زي انه يلف حوالين نفسه او الرعشه، وهنا الوقايه بتبقى افضل من العلاج. تحصين النيوكاسل مهم جدا واساسي لكل مربين الحمام، ولو حصلت الاصابه لازم ندعم الطائر برافع مناعه فيروسي محترم وفيتامين ه وعزل المصاب، واحيانا بندي تحصين اضطراري emergency vaccination يعني بنحصن النيوكاسل اثناء الاصابه لتقليل الانتشار. وفي بعض الاوقات الدكتور لو شايف بيدي انواع معينه من المضادات الحيويه بيكون تاثيرها بسيط على المناعه لمنع السكندري بكتيريال انفكشن او الاصابه البكتيريه الثانويه، لان في بعض انواع البكتيريا بتستغل الفيروس اللي موجود ده عامل ضعف في الجسم تيجي تضرب الطائر مع الفيروس، فبندي معاه مضاد حيوي معين يمنع الاصابه البكتيريه دي. الحاله دي لو انت اتصرفت بدماغك واديت اي مضاد حيوي عشوائي المرض هيخرب الدنيا. رابع سبب وهو الكانكر، احيانا بتلاقي ريحه الفم مش مظبوطه وفي تجبنات في الفم، في حاجه منه اسمها الاوكيولار فورم او النوع العيني اللي بيجي في العين، ده تلاقيه بيعمل تجبنات صفراء في جنب الوش، وهنتكلم عنه بالتفصيل الحلقه الجايه ان شاء الله، ازاي نشخصه وازاي نعالجه وازاي نحمي نفسنا منه. خامس واخر سبب هو العوامل البيئيه ونقص بعض انواع الفيتامينات، يعني ممكن تكون دمعه العين دي نتيجه ريحه امونيا شديده في المكان، مكان فيه تراب كتير، مكان مكتوم فيه زحمه، والاعراض دي بتخف، ودمعه العين دي بتلاقيها بتخف بشكل ملحوظ اول ما نهوي المكان وننضفه. واحيانا نقص فيتامين A اللي هو مهم جدا لصحه العين بيعمل نفس المشكله، ودول علاجهم بسيط جدا ان احنا نمد الطائر بفيتامين A ونظبط المكان ونحافظ على الفرشه جاف. والجدول اللي قدامك ده هيلخص لك كل اللي شرحناه عشان تشخص دمعه العين بكل بساطه. لو الاصابه في عين واحده وصديد تقيل يبقى السبب بكتيريا في العين او الجيوب الانفيه، لو الدموع في العينين الاثنين مع صوت خنفره يبقى السبب ميكوبلازما، لو في العينين الاثنين والانتشار سريع جدا مع رعشه او اعراض عصبيه ووجود نافق يبقى السبب فيروسي زي نيوكاسل، لو في ترسبات صفراء في الفم مع دموع العين يبقى السبب كانكر، لو الدموع بتحصل بعد وجود تراب او عفره او بعد التنظيف او زحمه يبقى السبب بيئي نتيجه المكان اللي مش متظبط. والغلطه اللي دايما بترجع المرض على طول انك بتستعجل على النتائج، كل يوم تغير صنف دواء، ادي الدواء الصح والعلاج الصح والفتره المظبوطه وهتلاقي تحسن عشان المرض ما يرجعلكش تاني، عشان لما بتدي الدواء بجرعات مش مظبوطه المرض مع الوقت بيبتدي يكون سلالات مقاومه للدواء وبيرجع لك بشكل اقوى. لو عندك اصابه زي دي او دموع عين في الحمام بتاعك ومش عارف سببها صورها وابعتها لي ونحاول نشوف لها حل وندور على علاج سوا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطري.